26 من حزيران ذكرى رفع العلم السوري في سماء مدينة القنيطرة عام 1974 بعد تحريرها من العدو الإسرائيلي. لهذه الذكرى وقع خاص في الجولان السوري المحتل. التفاصيل مع مراسل الإخبارية هناك عماد المرعي. مع الزمن تتضح أكثر فأكثر أهمية 26 من حزيران في حياتنا العربية المعاصرة، ذلك أن هذا اليوم يشكل منطلقا لمسيرة التحرير لكل الأرض العربية المحتلة. ففي مثل هذا اليوم من عام 1974 رفع القائد المؤسس حافظ الأسد علم الوطن في سماء القنيطرة بعد دحر المحتل الصهيوني الغاشم عن المدينة الصامدة. تحرير القنيطرة كان بداية لتحرير الأراضي العربية من جميع الأراضي العربية من الاحتلال الإسرائيلي. هذه كانت معنوية كبيرة، ونحن انتصرنا بهذاك الوقت. نحن ما رجعناش أراضي كثير، بس نحن معنويا والجيش انتصر على الجيش اللي بيقولوا له لا يقهر، وانقهر سمع شلون، وعامل 1000 مليون حساب للجيش السوري وللشعب السوري وللقيادة السورية. ذكرى تحرير القنيطرة تمر والأهل في الجولان السوري المحتل يعانون جراء ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي القمعية والتعسفية، ورغم ذلك فإن شعلة التحرير ستظل متقدة وستظل راية النضال عالية حتى يتحرر الجولان. نحن بنتمنى بأقرب وقت ممكن يصير التحرير كيف صار بالقنيطري، والجيش العربي السوري يحافظ على كل المحافظات السورية، بكنا عرب سوريين ومنضل عند عروبتنا، ولا ممكن نتزحزح، ونحن مع القيادة السورية ومع الشعب السوري ومع الجيش السوري، مش ممكن نتنازل عن هذا الموقف. لقد كان رفع العلم العربي السوري فوق القنيطرة تتويجا لبطولات القوات المسلحة وتضحيات الشهداء الأبرار في حرب تشرين التحريرية، ونقطة انطلاق لزمن الانتصارات. لا شك أن الاحتلال الصهيوني يعرف قيمة تراب الجولان التاريخية والمعنوية، فعلى أرضه كانت معركة حطين، لذلك تعمد لفتح جبهة جديدة على محافظة القنيطرة بقوات لحدية جديدة، لكنها ستبقى محاولات فاشلة والجولان سيبقى سوريا. للإخبارية السورية عماد المرعي، الجولان السوري المحتل. حول آخر التطورات ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الكاتب المحلل السياسي الأستاذ ملاذ المقداد. أهلا ومرحبا بك أستاذ ملاذ. مساء الخير، أهلا بكم. يا هلا فيك. إذن يمر اليوم ذكرى تحرير القنيطرة، إصرار السوريين على الصمود والتحدي مستمر، وأيضا الكيان المحتل مستمر في محاولاته الاعتداء على الشعب السوري. هذه المرة غير خططه والارتكاز على المجموعات الإرهابية المسلحة. أستاذ ملاذ، إلى أي حد نستطيع القول اليوم بعد أكثر من 5 سنوات من الحرب على سوريا بأنه هذا الصمود للشعب السوري في القنيطرة وفي مختلف المدن السورية أحبط إلى حد كبير كل مؤامرات العدو الإسرائيلي ومن يتآمر معه اليوم؟ نحن اليوم يعني في الذاكرة تعود لنا أيام مجيدة، استعادة الجولان بعاصمة القنيطرة. اليوم عندما نتكلم عن تحرير القنيطرة نتكلم عن إصرار الشعب السوري باستعادة كل شبر من أرضه. 5 سنوات من الحرب على سوريا، حرب كونية على سوريا، كان الهدف منها كسر هذا الإصرار، إصرار المواطن السوري باستعادة أرضه، إصرار المواطن السوري في ضرب المحتل الصهيوني والوقوف في وجهه ووجه كل المؤامرات التوسعية. اليوم المعركة معركة جد شرسة، نتكلم عن حرب كونية، نتكلم عن مخطط جيوستراتيجي في المنطقة تقود الولايات المتحدة الأمريكية، تريد تقسيم المنطقة بما يتوافق واحتياجاتها، تريد الذبح والقتل حتى تغطي مشاريعها من خلال هذه العصابات، تتوافق مع وتتخادم مع الإرهاب، مع كافة أشكال الإرهاب، الإرهاب التكفيري، الإرهاب المرتزق. كل هؤلاء يجتمعون الآن ضد الشعب السوري وضد الأمة العربية والإسلامية. اليوم لا يمكن أن نفصل ما يحدث في سوريا عن أيضا ما تتطلع إليه الصهيونية العالمية وإسرائيل. الكيان الصهيوني منذ البدء الحرب على سوريا كان يطل وكان فعلا يشارك بهذه الحرب الكونية، ولكن من البوابة الخلفية، فهو شريك في كل الغرف العمليات الموجودة
الموك في الجنوب وغرفة العمليات في لواء اسكندرون. إذا نحن نرى دائما الكيان الصهيوني يحاول أن يحول المسائل التي تحدث على الأرض لصالحه ولصالح توسعه، ونعلم جميعا بأنه كان سباقا في الإعلان عن حاجته إلى التوسع، والآن يستخدم الإرهاب وبطبعته القاعدية النصرة في الجنوب من أجل أن تكون جيش لحد الذي يعني يمرر سياسته في التوسع في المنطقة وأيضا في إعلاء كلمته في المنطقة. لكن واضح تماما، أولا شعبنا في الجولان، استمعنا في تقريركم المهم لهذا الإصرار على الوقوف مع الشعب السوري كشعب واحد وفي عودة إلى الوطن الأم، زائد أيضا إصرار القوى الشعبية في استعادة الجولان في العديد من العمليات، والجيش العربي السوري الذي يقاتل الإرهابيين هؤلاء الذين يمثلوا مصالح إسرائيل في الجولان. فكل هذه المعادلات وكل ما يحدث هو في إطار حرب كونية الجيش العربي السوري والقيادة السورية تتوجه من أجل إحقاق الحق واستعادة الأمن والأمان. والجيش العربي السوري يحقق انتصارات اليوم في كل الميدان السوري ضد هذه المجموعات الإرهابية المسلحة.